مفاجأة في تقرير مراقب مباراة الأهلي والهلال السوداني بشأن محمد الشناوي. إليكم التفاصيل، ولكن في البداية صل على الحبيب محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. كشفت مصادر مطلعة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مفاجأة في تقرير مراقب مباراة الأهلي والهلال السوداني بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والذي سلمه لمسؤولي الكاف عقب نهاية المباراة ب 24 ساعة فقط. وقال مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأن مراقب المباراة لم يدين محمد الشناوي في تقريره، كونه كان شاهدا على ما حدث من قبل حارس الأهلي، والذي كان يدافع عن زميله بالفريق دون التجاوز في حق أي لاعب من لاعبين الهلال أو الإداريين بنادي الهلال، وهو ما رصدته الكاميرات وكذلك جميع من حضر من قبل الاتحاد الإفريقي. وكان النادي الأهلي تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أكد من خلالها بأن أحد أفراد الطاقم الإداري لفريق الهلال السوداني اعتدى بالضرب على لاعب الفريق علي لطفي، وآخر منهم اعتدى على حمدي فتحي. وشدد النادي الأهلي في بيانه بأن الهلال السوداني لم يوفر التأمين والسلامة لفريقه، وقام المشجعين بالتواجد في ملعب المباراة بالمخالفة لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. إلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.